اليوم الفينال ديال المنتخب الوطني وغادي نلعبوا مع جنوب افريقيا. فيفا مغرب فيفا مغرب. الحمد لله جبنا اسم وطني بشعار الله الوطن الملك. ماذا تقدم المملكة المغربية الشريفة إلى القدس الشريف؟ مين هذول الناس اللي بيطلعوا بيشتموا؟ شو مصلحتهم يطلعوا يشتموا المغرب؟ فبس إلى هؤلاء المرتزقة بدي أقولكم، إذا أنت فلسطيني وبتحترم فلسطينيتك وأنت إلك أهل وأصل وفصل، اخجل على حالك تشتم المغرب، اخجل. خلينا أقول لك ليش. أول شغلة، من كل الدول اللي بتدعم القدس مجتمعة، المغرب تدعم ب 87% من الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. يلا ورونا هذا المغاربة قدموا هذا الشيء، وانتم قدموا الذي ستستطيعوا عليه، وخلونا نشوف شطارتكم وماذا ستفعلون، أو اسكتوا. ما يطلع لي شيء تبون فلسطين قضية فلسطين قضية. عقيدة النظام الجزائري منذ الاستقلال الآن قائمة على العداء للمغرب وعلى العداء لوحدته الترابية. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. المغرب يفوز على جنوب افريقيا في الكرة الطائرة الشاطئية، ويشرف المغرب الأول في هذه اللعبة في الألعاب الإفريقية بغانا. اليوم الفينال ديال المنتخب الوطني وغادي نلعبوا مع جنوب افريقيا. حاليا وصلنا للبحر، الدراري بداو كيوجدوا صراحة بزاف ديال الحماس داكشي اللي كاين. اخوان غادي يبداو دابا ان شاء الله. مع البداية مع القضية صعيبة، كانوا متخوفين واحد اللحظة الدراري وما يطلقوا واحد الطاقة ما يمكنش. إلا جابوا 21 غيربحوا الجولة الأولى، وإلا جابوا 21 بيت في الجولة الثانية غادي يديوها. وباش نربحوا خاصنا 10 ديال النقاط، كل واحد من التيم كان كيدعي، والحمد لله الدعاء ديالنا وصل. الحمد لله جبنا اسمنا بالنشيد الوطني بشعار الله الوطن الملك. هنيئا للمنتخب المغربي للكرة الطائرة الشاطئية اللي فاز على جنوب افريقيا المعادية للمغرب، والفوز بالذهبية في الألعاب الإفريقية بغانا. اكتبوا لي الآراء ديالكم في التعليق. الفريق الوطني المغربي لكرة القدم واللي خاص تو يفوزوا، وجميع الرياضات يفوزوا على جنوب افريقيا المعادية للمغرب. نمر الآن إلى ما قدمه المغرب إلى القدس الشريفة وفضيحة القوة الضاربة، وشكون اللي يفضحهم؟ آخر سفير مغربي بالجزائر. ماذا تقدم المملكة المغربية الشريفة إلى القدس الشريف؟ هذا كان أنا سؤال وجهته إلى أخت في القدس اليوم، قلت لها بس بدي أعرف شو المغرب بتعمل في القدس، شو بتقدم للقدس، مش امبارح، اليوم إحنا شو المغرب والشعب المغربي بقدم لنا كفلسطين وبقدم لصمود القدس. وأعطتني 8 نقاط، وهذه يا أخوان أنا صرت مهتم في الشأن المغربي والمغاربي كله، بس من شان كيف مين هذول الناس اللي بيطلعوا بيشتموا؟ شو مصلحتهم يطلعوا يشتموا المغرب؟ فبس إلى هؤلاء المرتزقة بدي أقولكم، إذا أنت فلسطيني وبتحترم فلسطينيتك وأنت إلك أهل وأصل وفصل، اخجل على حالك تشتم المغرب، اخجل. خلينا أقول لك ليش. أول شغلة، من كل الدول اللي بتدعم القدس مجتمعة ما بين العربية والإسلامية، المغرب تدعم ب 87% من الدفعة. يعني العالم كله بدفع كوست، والمغرب لحالها بتدفع 87%. 2، اهتمام خاص للقدس البلدة القديمة، فقامت بترميم وتأهيل 7 مساجد بالبلدة القديمة، وتمكنت من اقتناء 4 عقارات و4 حقوق منفعة لأراضي تم وقفها لفائدة دائرة الأوقاف الإسلامية لتحويلها لمدارس أو مرافق خدمية ولحمايتها من التسريب لليهود. المغرب بتحمي في عقاراتنا وبتحمي فيها من ايش؟ من التسريب للعدو الصهيوني. يلا ورونا هذا المغاربة قدموا هذا الشيء، وانتم قدموا الذي ستستطيعوا عليه، وخلونا نشوف شطارتكم وماذا ستفعلون، أو اسكتوا. ما يطلع لي شيء تبون
فلسطين قضيتي، فلسطين قضيتي. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا، أنا شخصيا. هو الفارق بينكم أنكم تكثرون الكلام. أنت كجزائري يا لطيف ظاهرة صوتية، كلام تشبعوا الواحد بالكلام. إن طلع تبون خطب شبعكم كلام. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. وانتم طلعتوا ونحن مع فلسطين، وصفقوا لتبون 3 ساعات وصفقوا لتبون انه قال نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه، كلام. بينما المغاربه شوفوا ما يتكلموش. والله تفاجأنا، سكتة، يعملون بصمت. صراحه هذا الامر والله العظيم يحسب للمغاربه، يحسب للمغاربة، وليس والله لا تجنيا ولا تزلفا لكم ولا نفاقا لكم، لكنهم يعملون بصمت. شوف، راح شحن الطائرات وداهن غزة وهو ساكت، وهو ساكت، ما درينا الا وقد الطائرات في غزة. انت كلام وما فيش فعل، وهم فعل وما فيش كلام. خفف يا اخي، وقف الكلام شوية ونافس المغاربة، نافسهم. هذا العمل الذي فعله المغاربة وأن أوصلوا مساعدات إلى داخل غزة والقدس، سيروا ورونا شطارتكم وخلونا نشوف الموضوع كيف. ولكن أنتم أصلا شوفوا، هم أنتم فضاد غلاظ، والله ما في قلوبكم رحمة. عقيدة النظام الجزائري منذ الاستقلال الآن قائمة على العداء للمغرب وعلى العداء لوحدته الترابية بتوالي مجموعة من الرؤساء في الجزائر. بالطبع لكل رئيس أسلوبه، لكن الوجهة والقاعدة هي لأن المتحكم أو صاحب السلطة الفعلية في الجزائر هو مع كامل الأسف المؤسسة العسكرية، وهي التي تقرر في الأمور الاستراتيجية الكبرى. وهذا الأمر تم تثبيته مع كامل الأسف في الدستور الجديد للجزائر في سنة 2020. الجزائر والنظام الجزائري يقع في التناقض ويفضح نفسه بنفسه ويدون نفسه. فكيف لهذا النظام الذي يعتبر حركة المطالبة باستقلال منطقة القبائل في الجزائر حركة إرهابية، وبالمقابل يأوي ما يسمى شرذمة تطالب بفصل جزء من التراب المغربي ويعتبرها زورا حركة التحرر. هذا النظام يعني كما نقول وصل إلى الحضيض في تصرفاته. الفكرة النبيلة للميثاق اتحاد المغرب العربي تم تقويضها من النظام الجزائري نفسه، لأنه واصل في نفس الوقت محاولة ضرب الوحدة الترابية للمغرب، ثم سعى إلى شل مؤسسات اتحاد المغرب العربي، إلى أن وصلنا إلى أن النظام الجزائري أوقف دفع مساهماته في المؤسسات الاتحادية منذ 2016. اتحاد المغرب العربي لم يساير النزعة الهيمنية وعقيدة النظام الجزائري وأجندته في منطقة المغرب العربي. علاقة النظام مع ليبيا غير مستقيمة لأنها مع جزء من ليبيا وليست كل ليبيا. مع كامل الأسف المغرب سعى إلى القيام بدور أساسي في جمع الشمل الإخوة الليبيين من خلال كل الاجتماعات التي احتضنتها بلدة الصخيرات ثم بوزنيقة. ومساعي المغرب دائما كانت مساعي وحدوية، ومع كامل الأسف دائما حاول النظام الجزائري نسف الجهود المغربية. أيضا علاقة النظام الجزائري علاقات سيئة الآن مع جواره سواء مع مالي أو مع النيجر. لماذا؟ لأنه
حاول أن يعزز نظرته الهيمنية على هذه الدول. الآن هناك وضع جديد في مالي، هناك وضع جديد أيضا في النيجر. القائمون على السلطة يحاولون الخروج من أغنى، يعني التحرر من أغنى الخضوع للهيمنة الأجنبية، ومن ضمنها هيمنة النظام الجزائري. نظام يخلق العداء. هذا سفير كان عايش في الجزائر فضح حقيقة النظام الجزائري. إلى هنا سنينا فيديو الإخوان، نتمنى أن عجبتكم، فما تنسوش تدعموا الفيديو باش تبان لكم الناس الآخرين، واكتبوا لي الآراء ديالكم في التعليق. تهلاو في رزقكم، تهلاو في والديكم. علمونا. سيكون علمنا المغربي الأحمر ذو النجمة الخضراء محفوفا